مشاهدينا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية ما بين 32 سنتيمتر على المرتفعات التي تتجاوز 1800 متر، وزخات قوية ما بين 20 و 35 ملم، أحيانا رعدية مرتقبة اليوم وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن تساقطات ثلجية يتراوح سمكها ما بين 15 و 30 سنتيمتر ستهم عمالات وأقاليم بني ملال وأزلال والحوز وورزازات وميدلت وتنغير، في حين سيتراوح سمكها ما بين 10 و 15 سنتيمتر بكل من بولمان وإفران وخنفرة، وما بين 2 و 8 سنتيمتر بكل من فيجيج وتارودانت وصفرو وشيشاوة، وذلك ابتداء من 3 بعد زوال اليوم إلى 9 من صباح غد الأربعاء. وأضافت المديرية أنه من المرتقب أن تهم زخات قوية من 20 إلى 35 ملم، أحيانا رعدية، عمالات وأقاليم الحوز وإفران وخنفرة وأزلال وبني ملال وصفر يومه الثلاثاء من 3 بعد الزوال إلى 11 ليلا.